السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تظهر لكم القناه بتاعتي، انا اسمي مريم. بقدم اكلات سهله بوصفات بسيطه. هعمل معاكم طاجن الكوسه باللحمه. الطاجن ده مظلوم قوي معانا. الكوسه مش واخده حقها معانا يا جماعه. من بعد الفيديو ده مش هتبطلوا تعملوا الكوسه بالطريقه دي، هتحبوها قوي. الناس اللي عندها اطفال او مش بتحب الكوسه، انصحكم تجربوا الطريقه دي، مش هتبطلوا تعملوها. هتبقى بالنسبه لكم ادمان. ريحه وطعم وشكل كمان شهي قوي. يعني بجد هتندموا لو ما عملتوهاش. انصحكم بيها. اول حاجه معايا معلقتين كبار من السمنه، ويفضل تكون سمنه بلدي. بصلتين كبار، على البصل معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من الكزبره الجافه، وهقلبهم واسيبهم يتبلوا. ده الشكل اللي انا عايزاه. اضيف اللحمه بتاعتي واقلبها كويس مع البصل، واوطي عليها النار خالص. هخلي النار هاديه. هضيف ورق لورا، اغطيها وهدي النار عليها. هسيبها من ساعه لربع ساعه، بس هكون متابعه الميه اللي عليها نشفت ولا لأ. لو المية نشفت من عليها هضيف لها شوية بشوية لحد ما تبقى خلاص، يعني سوا الا ربع او نص سوا. اهو كده اللي انا عايزاه، يعني كده الشكل اللي انا عايزاه. هضيف الطماطم بتاعتي، هسيبها تتسبك كويس. اهم حاجة تتسبك كويس، ده يعني دي خطوة مهمة جدا. وبعدين اضيف الكوسة. انا خرجت اللحمة هنا لان اللحمة كانت استوت، وكانت لسه التقلية ما تسبكتش قوي، فانا خرجت اللحمة وسبتها تتسبك براحتها. وضفت الكوسة. خرجت برضو الكوسة من النار نص سوا، يعني الكوسة هنا كانت لسه ما استوتش. انا هخرجها عشان لسه هتاخد سوا في الفرن تاني. الشكل النهائي شكلها لوحده اصلا يخليك تاكل من غير ما تدوق طعمها. يا رب اكون فدتكم وحببتكم فيها. لو عجبكم الفيديو ياريت تدعموني بلايك واشتراك وشير للقناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم في اكلة جديدة. باي باي.